بجد لو مش بتحبي وقفة المطبخ وما عندكيش وقت ليها، هقولك على شوية تيبس اند تريكس هتخلي حياتك اسهل بكتير وهتدعيلي. دايما شيلي في الفريزر عندك كم كبير من البصل المفروم، قسميه في اكياس على قد كل استخدام. وكمان برضو حوشي عندك طماطم مضروبة، برضو بتقلل جدا وقفة المطبخ. استخدميها في اي خضار مطبوخ او مع مكرونة زي ما تحبي. عايزه اقولك يعني الخطوتين دول بس كده هيوفروا عليكي وقت كتير جدا. لسه الجايه احلى بقى. بصي دايما بقى عصجي لحمه مفرومه وخليها دايما مستويه جاهزه عندك في الفريزر لاي ظرف. الثوم المفروم برضو اللي عندك في الفريزر ده والله منقذ رهيب، بيوفر وقت كتير جدا. كمان تبلي وشوحي شرايح الفراخ وشيليها نص سوا، ولما تنزل وتفك من الفريزر هنعمل لها وايت صوص خطير. لو عايزاه اكتبي لي في الكومنتس. وانضف حاجه في الدنيا ان انت تدمسي الفول في بيتك، سهل وما فيهوش اي حاجه. لو جربتيه مره هتدمنيه، وهتقسميه وتشيليه في الفريزر في اكياس على قد استخدامك. كمان يا ريت تعملي بيله في البيت سهله وما فيهاش اي حاجه وهتنفعك جدا. واخيرا وليس اخرا، الفلافل في البيت والله روعه بجد. من اول ما جربتها ما عرفتش ابطلها. جهزي الحاجات دي على كذا مره، بس صدقيني هتقلل جدا وقفتك في المطبخ. لو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنتس.